سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير في هاد لا فيديو تاع اليوم. لا فيديو تاع اليوم كما راكم شوفوا هذاك التعسال، هذاك البلا يجي بزاف بنين. البلا تاع اليوم اللي هو الخرشف. كما تعرفوا رانا في الموسم تاع الخرشف، يعني اغتنمت الفرصه باش ندير لكم هاد الطبق. تقدروا ديروه للضيوف تاعكم، يعني تحمروا به وجهكم وما يكلفش، كامل بمكونات جد بسيطه في كل دار. انا ولادي ما يحبوا الشفلور، بصح كي درتو بهاد الطريقه ما خلاو فيه والو. الا حبيتوا تشوفوا الوصفه والطريقه ما عليكم غير تتبعوني حتى لاخر الفيديو. ما تنسونيش برك بالجيم والاشتراك القناه، وبارطاجيو مع الاصدقاء تاعكم، مع اللي تحبوهم، مع اللي تعرفوهم، باش يعني باش يديروا هاد الوصفه. نبداو على بركه الله. اول حاجه عندنا راس تاع الشيفلور. انا كيما تعرف انا ما نحبش نقسمه باش نغليه بهاد الطريقه. بيان سور نشلو قبل باش نغليه، نديرو في الماء بارد نورمال، نديرو وريقه رند، فلفل الكحل، الملح. والطريقه تاع جدودنا اللي ما نساوهاش، نديرو شويه خبز. كيما تعرفوا عنده شويه رائحه كريهه حاشاكم، تسمى هذاك الخبز باش ما تخرجلوش هذيك الريحه وما يعيفوش الدراري. من جهه اخرى نحطوه في النار يغلي، من جهه اخرى نجي كان هنا عندي يعني يعني 4 طرف تاع المورسو تاع الدجاج. ولا تحبوا ديروا هاد الوصفه باللحم، درت هكاك البصل الطويل كيما كنتو تشوفوا، درت له غير الملح والفلفل الكحل والزيت وحطيته يتقلى. قطعت البطاطا بهذه الطريقه، يعني شغل تاع الكباب. درت لها شويه لي زيبيس اللي تحبوا ديروها باش تجي بنينه، وتزيدوا لها وريقه رند كيف وتزيدوا لها الزعتره. انا درت الفلفل الكحل، الملح، الكركم، شويه كمون، راس الحانوت، كابريكا، يعني كاع لي زيبيس هذوك راح يتلقوا فيها بنه. ومن بعد واش ندير؟ نوجد قدره نحطها هاد البطاطا في الكسكس، نحطها تغلي عفوا تفور في الكسكس حتى تفور لي بيان. هنا درت لها قطره زيت باش هذوك لي زيبيس كامل يلصقوا فيها وتلق هذيك البنه. خليتها تفور. جيت للدجاج تاعي. الدجاج تاعي أنا هنا ما نديرلوش كامل الماء، نديرلو غير هكا حبه طوماطيش، نحو لها القشر ونسكرفجوها ونغطوه ونخلوه يكمل يطيب. هاوليك الشوفلور تاعي بعد ما طابلي كيما كنتو تشوفوا هنايا، طابليت هايل، يعني طاح ما نخلوش يطيب حتى يولي زبده. انا ماذا بيا تقعد هذيك لا فلور هكايا شابه باش نديكوري بها. هاوليك هنايا شوفوا كيفاش يتنحالوا هذيك يعني الراس فوقاني بكل سهوله بهذه الطريقه، ويتحلوا وحدهم هذوك لي مورسو، يعني ما كوش رايحين كامل تتعبوا معاه. لهذا قلت لكم ديروا هذه الطريقه تاع الشوفلور. وإلا كان لاصق في الوسط تقدروا بالموس تحلوا غير شويه هكذايا، ما تفتتوهش، باسكو انا ما راحش نديرو دي بيني، راح نخليه هكايا كديكور في البلاطو باش يجيني شباب. هذا هو القصد تاعي. هنا حليت شويه كي لقيتو لاصق هكذا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. هنا في بول درت شويه توم، شويه فلفل كحل وشويه ملح، ودرت مغرفه طوماطيش وشويه ماء. خلطت مليح، ولا شتوها عقده تقدروا تزيدوا لها شويه ماء. خلطت مليح هاد المزيج اللي راح نرمد فيه هذاك الشيفلو تاعي باش يجيني بنين، والطوماطيش زدتو باش تجيني تقرمش من الفوق. هنا درت حبه بلون دوف باش هذاك الفارينه، باسكو راح نرمدو في الفارينه يتلصق ليه هذا ما كان. واللي ما تحبش البيض تقدر تستغنى على البيض، تقدر دير غير هاد يعني المزيج اللي راح ندير اللي درناه دوكا. قلت لكم درت مغرفه طوماطيش، هذيك الطوماطيش راح تعطي تحميره شابه للشيفلو تاعنا وتعطي له واحد البنه وتقرميشه. نديرهم كامل هكذايا ونخليهم، اذا ما كناش مزروبين نحطوهم في الفريجيدير يشربوا لي مليح هذيك لا ماريناد. من بعد نجو نرمدو في الفارينه هكذايا. نكونوا وجدنا مقله يعني تاع الزيت نورمال عادي، راح نقلوهم. وبهذه الطريقه صدقوني ما حش يشربوا لكم كامل الزيت. قلت لكم جربوا الطريقه ماكش راحين تندموا عليها.
نكمل كامل هذاك الشيفلور تاعي حتى يخلص. من بعد نجيب الفارينه بعد ما شوفوا هنايا يعني طلق كامل هذاك الماء، قعد غير لا ماريناد لاصقه فيه هنا. لهذا قلت لكم راح يجيكم يقرمش، يعني هذاك الماء تاعو كامل يخرج له. نديروا الفارينه بهذه الطريقه ونروحوا نقلوه. بيان سور الزيت تكون سخونه ونروحوا نقلوه. هو طايب يعني ماناش راح نستناو حتى يطيب، نحمروه غير من الفوق باش يجينا بنين بهذه الطريقه. اللي لحقت معايا في هاد المرحله تاع لا فيديو ما تنسانيش بكومونتير شباب والاشتراك في القناه الا مازال ما اشتركتيش، باسكو محتوى تاع القناه تاعي بزاف يعني شباب تبعيه برك راح تكوني للات للاهم في المطبخ. هذه هي. هنا وليت للدجاج تاعي راهو طابلي، نحيه غير بالعقل. نجيب بلاطو هنايا الشيفلور تاعي كيف قليته. نجيب البلاطو راح نقدم فيه هذا الطبق. شوفوا هنايا ديك التحميره شحال شابه يعني ما شاء الله. كي نحيت كامل هذاك الشيفلور كملت قليت في هذاك المقله يعني في هذاك الزيت، قليت هذاك الدجاج تاعي اللي كان طابلي. نكمل نديكوريه نديرو بهذه الطريقه. يعني هذا الطبق تقدروا ديروه للضيوف، قلت لكم تقدروا ديروه في رمضان يعني يجي بزاف بنين وتشبحوا به الطاوله، وتقدروا ديروه لكم بيان سور. هذه هي. ندير الدجاج تاعي هكذايا. من بعد نروح نشوف هذيك لاصوص لازم هذيك. شوفوا ما درت لها ولا قطره تاع الماء، هاد الماء غير تاع البصل وتاع الطوماطيش. علاش تجينا بنينه. وما نديروا لهاش كامل لي زيبيس باسكو ديجا الشيفلور راهو بلي زيبيس. درنا غير الملح والفلفل الكحل. هذه هي. من بعد نخلوها تعقد مليح حتى تتكرمل لي. نجو للبطاطا هاي لك تاني. البطاطا راهي فارت لي. انا هنا ما حبيتش نقلي البطاطا باش يعني ما يكونش كلش مقلي. هنا ديتها غير حمرتها من الفوق تاني بهذاك الزيت اللي قعد لي تاع الدجاج والشيفلور بهذه الطريقه. هنا كيف البطاطا راهي طايبه من الداخل يعني ما نسحقش باش طيب لي، غير تتحمر لي من الفوق بهذه الطريقه. نكملوا نحمروا كامل هذيك البطاطا. هنا درت لها مغرفه زبده باش دير لي تجيني بنينه هذيك البطاطا كما راكم تشوفوا هنايا. ونكمل نقلي كامل البطاطا اللي كنت فورتها. يعني هنا الزبده راح دير لها تعطيها واحد الكو بزاف بنين. نروحوا للمرقه. هنايا لاصوص هذاك البصله راهي شربت لي نطفي عليها كيما راكم تشوفوا. شوفوا كي ديروا هكا المغرفه يبقى غير هذاك البصل. هذا البصل راح نقدموا به هذا الطبق يعني راح يجي بزاف بنين ومكرمل. هاي لك البطاطا هنا كملت يعني كنت رفدت الاولى كملت قليت الدوزيام هذيك. من بعد نجو نديروها هكذايا في البلاطو. انا هنايا شبحتها بهذه الطريقه وانتوما كل واحد كيفاش يحب يشبحها. من بعد نجيبوا هذيك البصله نديروها هكذا من الفوق ونخلو ما نديروش بزاف البصل اللي بقى نديروه فيه كاش امبول ولا وهكا تحطوها مع الطبق تاعكم. نزيدو نديرو المعدنوس من الفوق. والطبق تاعنا راهو يشهي وراهو واجد. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. ما عليا غير نقول لكم نهايه الفيديو. في فيديو اخر نتلاقاو بالصحه والهنا ان شاء الله. إلا جربتوه ماذا بكم تكومونتيو لي وتقولوا لي لا عجبكم هذا الطبق. ما تنسونيش برك بجام واشتراك القناه والبارطاج باش يلحق الكامل العائله تاعنا. واش نقول لكم خياتي اخر الفيديو. سلام.